معكم إبراهيم كريم، خطاط من المغرب، بالضبط من مدينة فاس. أنا عايش في فرنسا هذه من 2001، وكنشارك في مجموعة ديال الملتقيات حول خصوصا معارض الكتاب كل ما كيتعلق بالثقافة والفن. وكنشارك هنا من 2013 وأنا كنشارك في هذا معرض الكتاب بباريس المغرب دي ليفر. كنشارك عندي واحد ستون جناح على الخط العربي. الناس كيجيو كيطلبوا مني أنا نسوق لهم دي كارت بيرسوناليزي الأسماء ديالهم بالخط العربي. والأدوات باش كنخدم كيف كتعرفوا، كاين هذا القلم اللي هو كنصوبو شخصيا من القصب، وكنخدم بأدوات أخرى كالمداد من أصل المداد المائي أو ما يعرف لونكر دوشي المداد الصيني. وكان ستيل باش كنخدم سميتو ستيل الديواني، هو ستيل اللي معروف فيه استدارات واحد الاسلوب اللي هو فيه شويه ديال الحريه. دونك الاسلوب باش كنخدم فيه شويه ديال الحريه، والناس كيجيو عندي كيطلبوا لي. كنخدم بزاف ما يسمى بالخط المعاصر بمجموعه ديال الالوان، والناس صراحه كيبغيو هذا كاين اقبال على هذه الورشه ديال الخط العربي. وشكرا بزاف. معكم محمد نبيل الزياني، فنان خطاط وأديب كذلك شاعر. تواجدي الآن بأوتيل دو فيل دو باريس هو الحدث مغرب دي ليفر الذي يعتبر الآن أو في دورته الثلاثين. هذه الدورة التي شاركت فيها مجموعة من الكتاب والفنانين والأدباء. وهناك على هامش هذا الملتقى الثقافي ندوات وورشات كذلك. هذه الندوات هي علمية، ثقافية، أدبية وفنية. وكذلك حضور الآن يتمثل في كوني يعني أمارس عملي الإعلامي والفني كذلك في لقاءات وندوات كذلك.